طيب الطفل راح الحضانة، يبقى في دادة واحدة بس هي اللي مسؤولة من الطفل ده ان هي توديه الحمام. ما ينفعش كل شوية واحدة شكل هي اللي توديه الحمام، لا، تنبهي وتأكدي على النقطة دي كويس قوي اذا كان في الحضانة او في المدرسة. هي دادة واحدة اللي مسؤولة انها تاخد ابني توديه الحمام وترجعه، عشان لما يحصل حاجة نبقى عارفين احنا هنعاقب مين وهنتكلم مع مين، وننبه عليها. لو ابننا اتعلم خلاص ان هو يشطف نفسه، بعد اذنك ما تخشيش مع ابني الحمام، انت وصليه ووقف استنيه لغايه ما يخلص ويطلع لك، ما تلمسيهوش. ونعلم ابننا ما ينفعش ننزل البنطلون قدام حد، البنطلون ينزل في الحمام ويطلع في الحمام، قبل ما نطلع من الحمام نبقى لابسين. نعلم ولادنا ما حدش يبص علينا، ما نديش فرصه لحد انه يبص على جسمنا. نعلم ولادنا ان لما نكون في الحمام ولو شفنا حد قالع هدومه ما نبصش عليه وندور وشنا الناحيه التانيه. علموا ولادكم العفه والستر من وهم صغيرين عشان يطلعوا متربيين على ده.